الفولدر او المجلد. ده عنواننا النهارده، وهنتعلم النهارده ازاي ننشئ فولدر او نغير اسمه او نعمل له نسخ كوبي او نموفه او نديليت او نشوين فولدر او حتى نكلير. وده هيكون الجزء الاول في التحدث عن الفولدر، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني. وموضوعنا النهارده بسم الله الرحمن الرحيم الفولدر، وكلنا بنشوف التابة المكتوب عليها الفولدر. هنا احنا الاوتلوك في الاساس بيتكون من مجموعة ايميلز اكونتس للايميل، وكل ميل تحتيه فولدر، وممكن تحت الفولدر يكون في سب فولدرز. طيب بداية الايميل او الاكونت ده نقدر نعدد الاكونتس، ممكن يكون في عندنا اكتر من ايميل اكونت، وكل ايميل اكونت نقدر نعمل فيه اللي احنا هنعمله النهارده. الاول ايه هي الفولدرز الاساسيه؟ احنا متفقين ان الفولدرز الاساسيه اللي بتكون موجوده هي الانبوكس والدرافت والسند ايتم والديليت ايتم والجانك والاوت والار اس اس فيدز والسيرش فولدر، وكل واحد منهم ليه وظيفه ثابته. الانبوكس لاستقبال الرسائل، الدرافت عشان الرسائل اللي انا كنت بكتبها ولسه ما خلصتهاش بحطها في الدرافت. السند ايتم الرسائل اللي بتتبعت وخلاص وطلعت من الجهاز دي بتطلع على السند. الاوت هنط كده كام فولدر معلش. الاوت بوكس دي لو انا بعمل سند الرساله الاول بتروح في الاوت، والجهاز اول ما البرنامج يبعتها هتتنقل على طول على السند ايتم. السند ايتم دي الرسائل اللي طلعت، الاوت بوكس الرسائل اللي انا بعتها ولسه ما طلعتش ومستنيه دورها في ان هي تطلع. طبعا الديليت ايتم ده اللي انا بلغيه. الجانك ايميلز دي رسائل الغير مرغوب فيها، او اللي الاوتلوك او الانتي فيروس او الفاير وول كلهم على حد سواء شايفين ان هي غير مرغوب فيها بيدخلوها او بيشكوا فيها بيدخلوها على طول على الجانك ايميلز. طبعا الار اس اس فيدز دي اللي احنا كنا اتكلمنا عنها، الاخبار والمقالات اللي احنا بنتابعها. والسيرش فولدر دي برضو هنعمل لها جزء تاني من جزئيه السيرش فولدرز وهنتكلم عنها. الانبوكس ممكن يبقى تحتيه سب فولدرز، السند ايتم ممكن يبقى تحتيه سب فولدرز، مش كده ولا ايه؟ طيب الفولدر السب بقى بنعمله ازاي؟ اول حاجه بكرييت نيو فولدر، بقول له نيو فولدر. طب النيو فولدر هنسميه نيو، هنقول 20 2 3 ده كده فولدر جديد، وبنقول له احنا واقفين طالما انا واقف بره هنا على الانبوكس فهو على طول هيقول هنشئه على الانبوكس، الا اذا انا غيرت رايي وقلت هحطه على اي حاجه تانية زي السند ايتم. هسيبه هنا واقول نيو فولدر واقول له اوكي. على طول اتكريت عندنا هنا واحد وبيكون فاضي تماما، بيكون فاضي ده تماما. ده معنى ان انا عاوز انشئ فولدر جديد. هعملها تاني بس المره دي هعكس، هقول نيو فولدر على طول بيقول لي طالما انا واقف على النيو فولدر هنا هيقول لي هنا انت عايز تعمل نيو تحت ده، هقول نيو 2 وهقول له لا حطه لي تحت السند ايتم. بصوا انا بقى المره دي غيرت مكانه، السند ايتم على طول اتفتحت وحط لي تحتيه النيو 2 اهو اللي هو ده. تمام. طيب نرجع تاني. الفولدر ده انا عايز اغير اسمه، عايز ارينيم الفولدر، وهقول له نيو فولدر او نيو 2023 داش 9 شهر 9 كده انا غيرت اسمه. كان ممكن اقول له كليك يمين واقول له من هنا على طول اعمل عمليه رينيم واسميه شهر 9 يوم مثلا 28. ده كده عملت رينيم. طيب انا قلت هنا نيو فولدر، كان ممكن اقول له كليك يمين هنا واقول له نيو فولدر واسمي الفولدر ده نيو، وبعدين هعمل زي اللي تحت بالظبط نيو فولدر او نيو 20 2 3 داش 10. يبقى كده انا عملت ده بطريقه، عملت ده بطريقه، وعملت ده بطريقه، عملت ده بطريقه، وعملت ده بطريقه. طيب عايز ارينيم، خلاص احنا عرفنا الرينيم، هقف هنا وهقول له يا اما رينيم من هنا يا اما اقول له كليك رايت
واقول له من هنا على طول اعمل لي عمليه الرينيم بتاعه الفولدر داش 28. طيب الفولدر ده انا عايز الغيه، الفولدر ده انا عايز الغيه. ديليت فولدر. خلي بالكوا دايما وانت بتديليت خلي بالك هل في رسائل جوه انت محتاج لها ولا لا، لان هي دي الرساله الوحيده اللي هتطلع اللي بيقول لي فيها ان انت هتموف دوت تو ديليتد ايتم فولدرز. وهنا لو انت دايس على شيفت الدنيا كلها بتروح. هقول له يس خلاص الغيهولي، ده كده الديليت فولدر. او هقول له كليك يمين وبرضه هقول له هنا ايه، اعمل لي عمليه ديليت للفولدر، ديليت للفولدر. طيب هو انا ممكن الفولدر اعمل له كوبي، يعني اخد منه نسخه احطها في حته تانية؟ طبعا ممكن. تعالى للدرافت اللي هو فيه 13 اندرويد دول، وهقول له اعمل لي عمليه. طبعا انا شغال من جوه الفولدر، هقول له الفولدر ده انا عايزك تروح تنقلهولي تموفه، هذا الفولدر عايزك تعمل لي عمليه موف او نقل لي. ادي الفولدرز وهقول له هنا سوري، هقف على ده وهقول له هقف على الفولدر اللي هو نيو كذا ده وهقول له موف الفولدر اللي هو نيو 2023 اقول له موف. هوديه فين؟ هوديه على الدرافت واقول له اوكي. تعالوا نبص بقى كده في الدرافت، بقى في فولدر تاني. اذا اصبحت في نسخه هنا واصبحت في نسخه تانية فوق. ده في حاله الكوبي. في حاله الموف بيبقى في نسخه واحده بس اتنقل كله، كل اللي جواه راح في حته تانية، اتنقل كله في الموفينج. طب لو كوبي هاخد ده كده كليك يمين او هقول له هنا كوبي وهروح اطلعه جوه الانبوكس واقول له اوكي. يبقى في الكوبي خدنا نسخه وسيبنا الاصل مكانه، في الموف خدناه كله على بعضه نقلناه بكل اللي جواه وديناه في حته تانية خالص. تمام. طيب الديليت بياخده بكل اللي جواه وبيمشي بيه. طيب الشو ان فيفورتس. شو ان فيفورتس معناها ايه؟ معناها ان في فولدر هنا في الليسته دي بعينه انا عايزه دايما يبقى موجود قدام عيني فوق، مش في وسط الهيصه دي كلها، عشان خاطر انا ما توهش فيه. فهقول له هات لي ده شو ان فيفورتس. بص طلعه لي فوق ازاي، سابه مكانه تحتك، خد منه از شورت كات حطه فوق بكل المحتوى بتاعه. طب ولو خدت الدرافت نفسه شو ان فيفورتس وقلت له هنا انا اسف ادي جوه الفولدر، قلت له شو ان فيفورتس طلعه لي فوق على طول بكل الايه الحاجات بتاعته. تمام يا جماعه. طيب ده كده في جزئيه الفولدر. امال ايه الكلين اب؟ انا عايز اقف على الانبوكس واقول له اعمل لي عمليه كلين اب فولدر. كلين اب هنا مبدئيا هبص كده بص على السيتنج. في السيتنج في عندي حاجه اسمها conversation clean up. في الكلين اب هنا هو لازم يكون متاكد ان انت دونت موف لما اجي اعمل كلين، يعني هشيل الحاجات المتكرره. دونت موف الانريد مسجز، ما تنقليش الانريد مسجز لان انا في حاجه ممكن تتوه مني في وسط زحمه الايميلات ما اقراهاش، فخليها عشان اشوفها. ودونت موف الكاتيجورايز، ما تنقليش برضو الحاجات اللي معمول لها كاتيجورايزيشن تصنيف، ولا الحاجات اللي معمول لها فلاجز. تمام. يبقى في بعض المحاذير لازم ابص عليها الاول قبل ما اعمل عمليه الموفمنت ديت او عمليه الكلين اب. وبعدين هقول له كلين، بعد كده هقول له اعمل لي عمليه كلين. خلي بالكم الفولدر ده هروح تاني للسيتنج وهروح للكلين، بقول له هنا ان اي حاجه هتعمل لها كلين اب واديها لي على الفولدر اللي انا انشاته قبل كده. انا انشات فولدر اسمه اس سند، بقول له اي حاجه هتكلينها هتشيلها ارميها لي في الحته دي وهقول له اوكي. لما اروح بره بقى اقول له اعمل، طبعا هتاكد الاول، انا اسف هتاكد الاول ان ده اللي هو الاس اس دوت شكله ايه ومحتوى ايه. فاضي تماما، فاضي تماما اهو. ادي الاس اس سند. هطلع اقول له هنا اعمل لي كلين اب فولدر، كلين اب، واقول له كلين اب فولدر. راح. ونبص كده هنا عندنا هنشوف عمل حاجه الاول ولا لا. ادي الاس اس سند. ده نقل لي شويه حاجات دي اللي كانت متكرره وموجوده اكتر من مره وانا مش عايزها. خدها ايه وقام نقلها لي على طول على ايه، على الجنب التاني. تمام يا جماعه. طيب احنا عندنا في موضوعين مهمين جدا، حاجه اسمها الاوتو اركايف
وموضوع خاص بالبروبرتي بتاعة الفولدرز. دول محتاجين نشوفهم لكن في حلقة جاية بإذن الله. أشكركم ودمتم في أمان الله.